لان لا يعقل ان بحال هذا الشيء وكيضروا به المواطنين، هذا الشيء زعما لا يبشر بالخير. طاف كنجيو عنده كنلقاو بنته هي اللي مقابله، وفين كنجي عنده وانا كنهضر معاه كيقول لي يا جهدك شريه اللي هو العيش، هذا اللي كنعرفوه حنا العيش السريع. لانه علاش كيبغي يبيع ويشري ولا شي حاجه الفافوار خصو يدخل واعر الفلوس، ما كيشوفش هو الصحه ديال المواطنين اش وقع عليه اش هادي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم. كنتواجد الآن على مستوى شارع سبتة عمالة المحمدية. بالأمس سمعنا على مستوى عمالة سطات 23 تلميذ كلها تسمات بسبب مأكولات منتهية الصلاحيات ديالها وكذلك ضارة. واليوم على مستوى عمالة المحمدية معنا واحد الأخ ديالنا اللي هو صحفي مهني معروف في الساحة الوطنية، ضر بسبب كذلك مادة منتهية الصلاحية ديالتها وهي بتاريخ 23/10/2022. إذا من 23/10 ليومنا هذا باقا كتباع في السوق كما كتشوفوا. وباش نقربوكم الصوره اكثر معنا الاخ بلامين اللي هو غني عن التعريف، قرب للمشاهدين ديالنا الموضوع. السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم امين بلامين، صحفي ومدير نشر لجريده صوت الصحافه ورئيس الاكاديميه المغربيه للتكوين في الصحافه والاعلام. واحد النداء باغي نوجهه على ساكنه مدينه المحمديه. اليوم البارح واحد السيد من العائله مشى باش ياخذ هذاك الخبز اللي هو معروف اللي هو العيش، هذا اللي كنعرفوه حنا العيش. مشى من خداه جا للدار، من جا للدار حنا كنتفاجئوا بكنلقاو لاضات ديالو في 23/10/2022، وهذا الشيء راه لا يعقل، هذا تسمم عباد الله لا يعقل. وحنا كصحفيين خصنا نأديو واحد النداء ديالنا لجميع المواطنين وبالاخص بالنسبه لساكنه مدينه المحمديه. والمشكل اللي كاين راه كاين بزاف ديال المواد اللي هي مواد اللي كما كنعرفوا اللي هي كتكون بيريمي وكتباع من كورونا، وهذا مشكل مطروح. وكنبغي نوجه حتى لواحد النداء الامهات اللي كيبغيو يديروا لولادهم طاكوس، يبغيو يديروا هذا راه غلط وغلط كبير. لانه علاش لا يعقل ان واحد ماشي سوبر مارشي مي حانوت بقال وكيبيع بحال هذا الشيء، وفي اخر المطاف كنجيو عنده كنلقاو بنته هي اللي مقابله، وفين كنجي عنده وانا كنهضر معاه كيقول لي يا جهدك شريه. البارح انا درت واحد الاجراءات اللي هي معروفه، مشيت للسيرفيس دي جي ان جاو داروا واحد التقرير، ولكن المشكل المطروح وهو واحد النداء للسيد العامل، الى السيد الخليفه الاول، لا السلطات المحليه، لا الناس اللي كيخدموا في العمل الجمعوي وبالاخص الجمعيات ديال حمايه المستهلك، باش يديروا واحد العمليه تحسيسيه وبالاخص في هذا المجال اللي هو كيتسمى المجال ديال الخبز او العيش اللي كيدار طاكوس. هذا هو المشكل المطروح. لانه علاش الناس بزاف كيتسموا، وحنا دابا كجريده الكترونيه صوت الصحافه كنتوصلوا بزاف ديال الشكايات ديال المواطنين كيقول لك اودي راه كليت شي حاجه ووقع لي بحال التسمم. حنا كصحفيين مؤدين المهنه على هذه راه خصنا حتى حنا نحاولوا ما يمكن نديروا تنوير الراي العام للناس. نعم. اذا اخي العزيز، من بعد ما لقيتوا هذه الماده ان منتهيه الصلاحيه ديالها، شكون هي الجهات اللي خبرتوا؟ الجهات اللي خبرنا بيان سور، انا مشيت للمكتب ديال الصحه اللي هو السيرفيس دي جان، مشيت عند ديك الطبيبه استقبلتني وداك الشيء، عيطت لها هاتفيا لقيتها مشغوله، قالت لي احنا غنديروا واحد التقرير. والبارح خرجوا نيت وداروا واحد التقرير، لان لا يعقل ان بحال هذا الشيء وكيضروا به المواطنين، هذا الشيء زعما لا يبشر بالخير. نعم. هذا مشكل كبير وبالاخص الا الاكل، لان كاينين موانين الدكاكين الحوانت، وكاينين حتى الناس ديال هذوك لي سناك اللي كيبيعوا هادشي ديال الساندويشات وهادشي ديال الاكله السريعه. هناك كيكون واحد التسمم كبير، وحنا كصحفيين راه بيان سور خصنا نديروا واحد العمليه تحسيسيه في هذا المجال ديال الاكلات وبالاخص بحال هذا الشيء. علاش هاد الباعه يعني التجار كيحاولوا غير الربح باش يربحوا، ولكن ما كيشوفوش صحه المواطن اللي هي تاج فوق رؤوسنا؟ المشكل المطروح وهما هاد البائعين اللي هما البائعين اللي كيبيعوا هادشي ديال المحلات وكيبيعوا سميتو، عندهم واحد المشكل وهو الربح السريع. علاش عندهم هذا الربح السريع؟ لانه علاش كيبغي يبيع ويشري ولا شي حاجه الفافوار خصو يدخل واعر الفلوس، ما كيشوفش هو الصحه ديال المواطنين اش وقع عليه اش هادي. هذا هو المشكل المطروح وبالاخص بحال هذا الشيء اللي كنعرفوه، وبغينا الناس ديال ساكنه المحمديه يعرفوا هذا الشيء. مؤخرا كانت تسد واحد الجزار، وليت على سبيل المثال اللي كان كيبيع اللحوم اللي هي اللحوم الفاسده
وتسد على القضيه ديال الذبيحه السريه، وتسد على القضيه ديال السلطات كتقوم بواحد المجهود. السلطات السي الشعب كلامك في الصميم. المواطن سيدنا الله ينصرو دوا في واحد الخطاب، الله ينصرو الله يطول في عمره، دوا في واحد الخطاب اللي هو على الناس اللي هما المسؤوليه. الناس اللي هما في اي عمل كنطالبوهم باش يكونوا يزاولوا العمل ديالهم، وهذا الشيء راه لا يعقل. وكنبغيو حتى الجمعيات وكنبغي سميتو تكون واحد العمليه تحسيسيه لهذا الشيء. هذا مشكل مطروح. اشنو كيبان لك كما قلت انت، السلطات يعني مختصه كدير الجهد ديالها، ولكن بعض المواطنين اللي كيشريو واحد الحاجه وهي منتهيه الصلاحيه ديالها وكيسكتوا كيبالغوا السلطات المختصه. هذا مشكل، ومشكل مطروح بكل صراحه، فهمتي؟ انت دابا كتشوف شي حاجه فاسده وكتاكلها ولا كتوقع لك شي حاجه، هذا مشكل مطروح. وكان بغينا نوجه واحد النداء لجميع الناس، مما تشوف شي حاجه تشوف شي حاجه فاسده او تشوف شي حاجه بيان سور على الاقل تبلغ على الاعلام، حتى الاعلام كيقوم بسميتو بالدور ديالو. اذا اخر رساله ديالك للمواطنين المغاربه والسلطات المحليه ديالنا. اخر كلمه ديالي للمواطنين وبالاخص ساكنه مدينه المحمديه، انهم اي حاجه شراوها للابناء ديالهم يردوا لها البال، وبالاخص التاريخ ديالها، فهمتي؟ ما غتعطي لولدك شي حاجه ياكلها ولا شي حاجه والا خصو تيشوف. هذا هو المشكل المطروح. هذه هي الكلمه الاخيره ديالي.